سبيح قبل جمعة حاضر الصغير. قال رحمه الله ورفعنا ورضي عنه ونفعنا وإياكم ببركاته. فصل في الطهارة الترابية وهي التيمم بدل عن الطهارة المائية الصغرى والكبرى. طهارة أنواع تقدم الكلام عليها في أول الكتاب. هذه الطهارة الترابية بدل عن الوضوء وعن الاغتسال في حق من لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله. له سببان، لا كما يتوهم الكثير من الناس يميلون إلى الرخص في كل شيء. لا التيمم بسبب وبلا سبب، لا يصح التيمم إلا بسببين: إما عدم وجود الماء، وهو موجود في غالب الأحوال اليوم، كان قد لا يوجد الماء خاصة في السفر، أما اليوم موجود الماء في السفر، وعدم القدرة على استعماله في أحوال خاصة ما يمكن، لا يستغنى عن الماء. هل هناك أحد يستغني عن الماء؟ ما يغسل الماء يغسل البدن؟ ما كان. في حالات خاصة في نفط النار أو الجراحات تمنعه من استعمال الماء، لأن الماء يضر بالجراحات ويضر بنفط النار. أما بأن يكون الماء الإنسان دائما يتيممه لا يقدر على استعمال الماء، يقال له: هل لا تغسل بدنك؟ ما تدخل الدوش يدوش. كيف يدوش وثبوت ساعة ونصف ساعة في الدوش؟ ما يضر الماء ويضر في الاغتسال. وهم هذا بعيد. أن ما تميل الترخيص لأنهم لا يعرفون غاية الدين. المقاصد من الدين لا يعرفه أكثر المسلمين، يتدينون شكليا بلا حقيقة. وعارف بأن الدين والالتزام بالدين رقي عند الله سبحانه وتعالى، رقي في الدنيا